من كام يوم عملت فيديو انا كنت متحمس له جدا عن تشات جي بي تي، وقلت هو تشات جي بي تي المدفوع يستاهل $20 فعلا؟ وده الصراحه جاب لي فكره حلوه قوي بالنسبه لي. يعني مش عارف بالنسبه لك هتبقى عامله ازاي، بس قول لي يا ريت رايك في الكومنتس، رايك اصلا فكره حلوه ولا لا، وتحب نعمل فيها ايه تاني. فكره ايه بقى؟ فكره ان هل يستاهل نعمل سلسله فيديوهات عن هل يستاهل ولا لا، وحاجات كلها عن تجربه مني انا شخصيا، ونشوف فعلا الموضوع يستاهل ولا لا. فتعالى بقى نسير الجدل ونقول هل هندسه تستاهل 5 سنين؟ ده لو افترضنا ان هم 5 سنين بالنسبه لك، يعني مش 6 أو 7. يلا بينا ندخل في الموضوع. بس قبل ما نثير الجدل في الفيديو المثير ده، يا ريت تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش. هل بقى عمنا هندسه تستاهل 5 سنين؟ السؤال ده سؤال قوي جدا جدا، وانا وحشني الكلام عن هندسه بصراحه، فمتحمس جدا بجد. طيب الكلام ده عن تجربه ازاي؟ الكلام ده عن تجربه علشان انا مهندس اصلا، اتخرجت من جامعه القاهره كليه هندسه، فجاي اقول لك تجربتي او انا شايف الموضوع ازاي، هل هو فعلا يستاهل ولا ما يستاهلش. بص يا سيدي، من سنين كتير قوي، من 11 سنه، انا مش عارف ازاي بقول الرقم ده وانا واعي، يعني انا فاكر من 11 سنه حصل ايه، وهحكي لك دلوقتي. وموضوع مأساوي جدا. انا المفروض من 11 سنه ابقى عيل صغير ما بقاش فاكر، بس للاسف انا من 11 سنه كنت كبير. فده موضوع، بص دي مأساويات خليها على جنب دلوقتي. من 11 سنه، سنه 2014، وفي نهايه 2014 انا كنت خلصت ثانويه عامه، والصراحه كنت محظوظ شويتين علشان انا ساعتها كنت بلعب باسكت، وكنت في منتخب مصر، ولعبت بطوله افريقيا للشباب، كانت في مدغشقر، وبجد كانت من احلى ايام حياتي ان ما كانتش احلاهم يعني. وكسبنا بطوله افريقيا فعلا، وخدت ساعتها درجات كتير قوي بسبب الموضوع ده. اوعى تفتكر ان انا جاي اغيظك دلوقتي، عشان انا جاي اغيظك فعلا، بس مش عايزك تفتكر ده. انا خدت ساعتها 32 درجه بما يعادل 8%، وخلصت ثانويه عامه ساعتها، وجبت 92% و7 من 10، وبعدين جبت 8%. طبعا ال 8% اللي معايا من الاول فبقوا 100.5%، فجايب 100.5%، اللي هو انا اصلا عديت الديتول بشويه. ف 100.5% هخش ايه يا معلم؟ هخش هندسه طبعا، يعني انا علمي رياضه، هخش ايه؟ هخش هندسه. هي كانت كده ساعتها. مش هقول لك بقى كان عندي باشن رهيب بقى ونفسي اطلع مهندس، ما كنتش بفكر كده الصراحه. فدخلت كليه هندسه، وبغض النظر ان هي بطلتني الباسكت بعد كده، بس مش مهم، دخلت كليه هندسه. والصراحه كان انطباع اول جميل جدا، كان انطباع اول جميل جدا لما دخلت الكليه ولقيت سكيورتي في الاول بسم الله الرحمن الرحيم كده يقول لي اتفضل يا باشمهندس. يا نهار ابيض، باشمهندس ايه الحلاوه دي؟ كلمه بغض النظر ان الكلمه بتتقال لناس كتير قوي يعني، بس لما بتتقال لك وانت مهندس فعلا كنت بتحس ان هو ايه ده، مهندس، حاجه جميله، حاجه جميله. فكان الانطباع الاول في الحته دي جميل جدا. ولما دخلت كمان الكليه وحضرت محاضرات وسكاشن وبتاع، وشفت الناس عامله ازاي، بجد اتبسطت جدا. في شك كليه هندسه كليه عظيمه وفيها عباقره. مش قصدي ان كل المهندسين عباقره، عادي في مهندسين مش عباقره، بس هو الفكره قصدي الدكاتره اللي كانوا بيدرسوا لنا، كنت بقى تسمع اسماء غريبه بقى، اسماء اصل الراجل ده عمل مش عارف براءه اختراع في ايه، اصل الراجل ده بيدرس هنا ترم وفي امريكا ترم، اصل الراجل ده مش عارف عمل ايه مع مش عارف مين، اللي مش عارف انت سامع اصلا اسمه من الاول. بتسمع اسماء رهيبه، الاسماء دي بتقف قدامك في المحاضره وبتدرس لك، وبجد الناس دي دماغها تقيله تقل مش طبيعي. فكنت بستمتع بالحاجات دي. انا بجد كان في دكتور عندنا اسمه دكتور مدحت المسيري. دكتور مدحت المسيري ده كان راجل خطير. انا كنت بحضر المحاضره علشان استمتع، كنت بحضر المحاضره عشان اسمع دكتور مدحت بيقول ايه، مش عشان افهم بقى المحاضره واكتب وراه والكلام ده واخش الامتحان. ما كانش ده الغرض، كان الغرض ان دكتور مدحت بيتكلم، تعال نروح نسمعه. المهم ده كان انطباع جميل جدا، وانا اصلا كنت حد بيحب الفيزيكس قوي، فكانت بالنسبه لي حاجه جميله. انا حد بقى لسه طالع من المدرسه وبيتقال لي يا باشمهندس، يعني انا بعتذر لك على ممكن تشوف شويه نرجسيه في الموضوع، بس والله انا بقى بس بتكلم على طبيعتي، ده معنى ان انا طبيعتي نرجسيه. بص يعني حقك عليا، بس الموضوع فعلا كان ساعتها مبهر، وكان ساعتها يبسط. المهم ان ده كان الفيرست امبريشن او الانطباع الاول. طيب بعد كده بعد فتره، لا الموضوع بقى صعب، احنا بدانا نخش في ضغط ورخامه، وزي ما قلت لك ان في دكاتره طبعا عباقره وجمال وكنا بنحب نحضر لهم، وكان في دكاتره تانيين يعني مش لازم نقول كلام وحش، بس كانوا العكس تماما، وكانوا بياخدوا غياب علشان تحضر لهم. ما هو الراجل ده لو ما خدش غياب ما حدش هيحضر له، هيبقى شكله وحش. لكن مثلا حد زي دكتور مدحت هو مش محتاج ياخد غياب، هو الراجل يعني خلاص انت مش عايز تحضر له انت الخسران، فاهم؟ انت من غير ما ياخد غياب انت كل الناس الكليه كلها في محاضرته. فعادي زي ما كان في كده كان في كده، وكان في رخامه، وكان في غيابات، وكان في كويزات، وكان في فكره اللي هو انت اول ما الترم تخش تجيب 2.5 من 15. يا نهار ازرق، ازاي يعني ايه 2.5 15؟ ايه الرقم ده اصلا؟ وانا فاشل كده ازاي؟ ازاي اصلا عملوا كليه وازاي عملوا نظام بيخلي كل الناس اللي جايبه فوق ال 97% في ثانويه عامه بتتفلتر بقى، اللي بيجيب 7 من 15 واللي بيجيب 2 من 15 واللي بيجيب 17 من 15، في كل حاجه، كل اللي قلبك يحبه عادي. بس ما فيش شك ان اول 2.5 من 15 دي كانت يعني صدمه.
انا على فكره مش بقول رقم وخلاص، انا فعلا اول ميد ترم فيزيكس جبت 2.5 من 15، بس هو للحق يعني كان جزئين عشان الفيزيكس كانت مقسومه جزئين ساعتها، فجزء جبت فيه 2.5 من 15 وجزء تاني جبت فيه 4 من 15. كنت جامد يعني، سندني شويه. المهم ان الواحد بدا يشوف الجزء السخيف في الكليه، بس برغم بقى السخافه دي كان في حاجه بتهون عليه. اللي كان بيهون عليا ساعتها ان ما هو معلش، ما هو ده اعدادي هندسه، اعدادي هندسه فيها كل المواد حاجه زي كده. اولى ثانوي، اولى ثانوي بيديك بقى علمي على ادبي على ماث على فيزيكس على جغرافيا على حاجات غريبه، فدي كانت اعدادي هندسه بيديك حاجه من كل حاجه. فمعلش هي اعدادي هندسه بس تقيله شويه، وبعد كده الدنيا هتبقى لذيذه. طيب الدنيا هتبقى لذيذه ازاي؟ اخش ايه بقى ولا ايه ما هندسه في هندسه كتير يعني، في اقسام كتير قوي في هندسه. تجربتي انا ساعتها ان انا كان نفسي يبقى عندي بزنس، فعلشان يبقى عندي بزنس لازم اشوف بقى ايه المجال اللي انا ممكن افتح منه بزنس. لما سالت السؤال ده في محاضره اورينتيشن يعني بيفهمك بقى ايه الاقسام اللي في هندسه وكده، كان السؤال هو مدني ممكن افتح منه بزنس؟ واجابه الدكتور كانت يا باشمهندس ممكن يبقى عندك بزنس بعد كده من مدني. فقررت ان انا هدخل مدني، وخصوصا كمان ان انا كنت بحب الفيزيكس وكنت محتار ما بين عماره ومدني، وكنت شايف ان عماره لا ما فهم بيستخدموا الفيزيكس قوي وانا بحب الفيزيكس فهي مدني، فدخلت مدني. طبعا نفس الضغط بتاع اعدادي بل كان اكتر كمان، يعني الدنيا ما كانتش اسهل ولا حاجه، ضغط وكويزات وشتات وحاجات كتير بتتعمل، حاجات كتير قوي، حاجات بجد تحسسك ان انت دايما وراك حاجه. فالصراحه التجربه عموما ما كانتش سهله، وخصوصا كل ما بتتقدم اكتر كل ما الموضوع بيزيد اكتر. وتيجي بقى على ثالثه مدني، هي ثالثه مدني اللي وقعت لي شعري. انا مقتنع جدا 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 ان ثالثه مدني اللي وقعت لي شعري. انا شعري وقع على فكره وزرعت شعري بعد كده وبتاع، بس بجد بعد ثالثه مدني خلاص انا شعري بدا يخف والموضوع بقى صعب قوي. ليه؟ ايه اللي حصل في ثالثه مدني؟ ثالثه مدني كانت اسمها سنه الالف شيت، وعلى فكره الموضوع حتى لو فيه مبالغه فهو مش مبالغه كتير يعني، هم ممكن فعلا يكونوا عدوا ال1000 على فكره عادي. الفكره ان انت بتتعرض لضغط مش طبيعي بيخليك بعد كده انت فعلا قادر تكتب في السي في عادي ان يو كان ورك اندر بريشر، علشان فعلا يو كان، يعني انت عديت ببريشر غالبا مفيش اي شغل ولا اي حاجه هتعديك فيه بعد كده. واللي يقول لك انه لا بعد كده في ضغط اكتر، هقول لك لا يا معلم مفيش ضغط اكتر. انا بجد اتعرضت لحاجات كتير في الشغل بس مفيش ضغط اكتر من هندسه. يمكن في ضغط بمسميات اخرى زي مسؤوليات مثلا، انت ما كانش عندك مسؤوليات في هندسه، انت مسؤولياتك ان انت تنجح بس، تذاكر وتنجح بس، بعد كده ممكن يبقى عندك مسؤوليات اكتر وده يبقى ضاغط عليك. بس الضغط بتاع الشغل اللي انت بتتعرض له في هندسه مفيش زيه تاني. طيب انا بحكي لك تجربتي، بس تجربتي دي فيها شويه مميزات وفيها شويه عيوب. بعد ما نخلص على طول هقول لك ايه المميزات وايه العيوب اللي انا طلعت بيها من التجربه دي كلها. المهم ان انا خلصت ثالثه مدني على خير الحمد لله، وخلصت رابعه واتخرجت وتمام. ايه بقى اللي انا طلعت بيه من التجربه دي كلها؟ ايه الحاجات الحلوه وايه الحاجات الوحشه، وهل هي فعلا تستاهل ال5 سنين ولا ما تستاهلش؟ وهستثني من المعادله دي ان انا شعري وقع، علشان الموضوع ده كان حازز في نفسيتي جدا يعني. عشان انا لو حطيت في المعادله ان انا شعري وقع هقول لك ما تستاهلش قولا واحدا، مش قوي كده يعني، بس يعني خلينا نشوف. اللي انا تعرضت له ده كله، انا تعرضت لضغط نفسي مش طبيعي بجد. الموضوع فيه ضغط مش طبيعي، الموضوع بجد مع الوقت بيخسرك كتير من صحابك. بتبقى انت الشخص النرد اللي مش لذيذ، اللي على طول وراه حاجات، اللي ما بيخرجش معاهم، اللي على طول قاعد في البيت بيخلص شتات وبيخلص حاجات وبياخد كورسات يعني بتبقى الشخص ده. بتبعد عن ناس كتير وبيبقى بس دايرتك هي الدايره اللي انت بتشوفها كل يوم في الكليه، اللي بالمناسبه انا طلعت منهم من اكتر 2 صحابي، مش صحابي هم اكتر من اخواتي في الحياه. وكان في ناس تانية اتفلترت يعني، بس بغض النظر هو الفكره ان خلاص انت دايرتك بتضيق، هي بتبقى هندسه بس، هندسه واللي منها يعني هندسه واي حد في هندسه، عشان ببساطه دول الناس اللي انت بتشوفهم على طول. غير كده انت مش بيبقى عندك وقت تمارس حياه طبيعيه. غير كده دي حاجه خسرتني مثلا ان انا العب باسكت. وعلشان نكون منصفين في ناس تانية كانت في هندسه برضو وكملت باسكت، بس هي دي كانت قدرتي ساعتها، والموضوع بجد مش سهل يعني. الناس اللي كملت باسكت وهي في هندسه بجد كانت بتبذل مجهود فوق الخيالي مش طبيعي. وبالمناسبه انا يعني ايه بطلت باسكت؟ يعني انا كنت بلعب باسكت بروفيشنال، يعني كنت بلعب باسكت في النادي الاهلي وكنت في منتخب مصر، وبعد كده لعبت في نادي اسمه نادي القاهره، وبعد كده لعبت في بتروجيت، يعني كان ليا كذا تنطيطه كده. فالفكره ان هي خسرتني شويه حاجات وعرضتني لضغط رهيب قوي وخسرتني شعري. انا مقتنع ان هي خسرتني شعري. طيب دي الحاجات اللي خسرتهاني، وعلى فكره دي مش حاجات قليله، دي حاجات كتير. طب كسبتني ايه بقى؟ كسبتني شويه حاجات مهمه جدا. انا هتكلم معاك بصراحه دلوقتي عشان الموضوع بجد بيبقى حساس شويه لما بتكلم فيه مع حد. مش هينفع اتكلم كده على طول علشان الناس بتشوف بقى ان انت مهندس، انت بتتنك، انتوا مش عارف عاملين ازاي حاجات كده. انا هشيل الكلام ده من دماغي وهتكلم معاك بجد بمنتهى الصراحه اللي في الدنيا، باللي انا شايفه بالظبط، مش هفلتر فيه حاجه ولا هحلي فيه حاجه. هندسه عملت لي ايه؟ هندسه عملت لي الاتي. شويه الضغط اللي انا حكيت لك عليه ده هو بجد كانت تجربه سيئه جدا جدا، بس
طلعت فيا او بتطلع في المهندس عموما شويه حاجات. بتطلع في المهندس ان هو بيعرف فعلا يشتغل تحت ضغط وبيبقى هادي، بيعرف يتصرف في حاجات ضيقه قوي، في ديدلاينز او اوقات ضيقه قوي، بيعرف يتصرف، بيعرف يخلص اي حاجه في اي وقت، بيعرف يشتغل اي حاجه. يعني ايه بيعرف يشتغل اي حاجه؟ عشان النقطه دي مهمه جدا. يعني مش هياخد وقت علشان يتحط على التراك في حاجه هو ما جربهاش قبل كده ويشتغل وينتج فيها. اي حد تاني ممكن ياخد وقت طويل وممكن الموضوع يبقى صعب. بس الضغط اللي انت تتعرض له في الكليه من كذا ناحيه، من كذا ماده، بكذا دكتور، بكذا طريقه، بكذا باك جراوند، بكذا علم انت بتاخده، بحاجات كتير مختلفه بجد ممكن ما تبقاش كلها في نفس الاتجاه، ده بيخليك ان انت بجد قادر تتصرف في اي حاجه. هو ايه اللي هيقابلني؟ يعني اي حاجه هتقابلني عادي هتعلمها على طول في شهر ونص بالكتير، هتلاقيني بنتج. بالعكس، ده من اول يوم انا هنتج باللي معايا، باللي اقدر اعمله. بقى في حاجات كتير بتتعرض لها بتحس ان هي بديهيه جدا، بس بتلاقي ناس عطلانه فيها. الموضوع مش ملوش علاقه قوي بفكره ان انت مهندس او لا، بس بجد اللي انت بتتعرض له في هندسه اللي ممكن تكون بتتعرض له في حاجات تانية في الحياه، يعني بيخليك قادر تفكر بطريقه بتحل المشاكل. هو اصلا هندسه كهندسه هي ايه الديفينيشن بتاعها او ايه تعريفها بالنسبه لي وبالنسبه لاي حد اعتقد ان هي علم حل المشاكل. الهندسه من الاخر مش بتدرس العلم لعلمه. يعني انا مش كليه علوم، انا مش باخد الفيزياء عشان ادرس الفيزياء وخلاص، لا انا باخد الفيزياء عشان ادرس تطبيقاتها، اشوف الفيزياء دي احنا بنطبقها ازاي على حياتنا علشان نخليها اسهل. فبالتالي بتخلي عندك بروبلم سولفينج سكيلز، مهارات حل مشاكل مش طبيعيه. تخلي عندك كويك ليرنينج، مهارات تعلم سريع مش طبيعيه. الحاجات دي مخلياني مقتنع جدا 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 ان الهندسه هي مش بتديك وظيفه، مش بتديك فرصه عمل ان انت تشتغل مهندس، هي بتديك اسلوب تفكير، بتديك اسلوب حياه، بتديك اسلوب شغل. الاسلوب ده انت تقدر تعمل بيه حاجات كتير غير بس ان انت تشتغل مهندس. تقدر تشتغل بيه مهندس لو انت عايز، وتقدر تشتغل بيه حاجات تانية كتير لو انت عايز. طيب نرجع بقى للسؤال بتاعنا، هل الهندسه تستاهل 5 سنين؟ في ناس كتير هتفاجئ ان انا قلت الكلام ده، بس بجد هي تستاهل ال5 سنين، ولو رجع بيا الزمن هخشها تاني غالبا. يعني الاجابه دي ما كانتش موجوده عندي على طول، عشان كان بيعدي عليا اوقات بجد كنت بحس ان لا، انا لو رجع بيا الزمن انا كنت هخش اعلام، كنت هخش بقى سياسه واقتصاد، كنت هخش حاجات تانية خالص، وحاجات تانية على فكره حلوه وممتعه جدا. وانا لفتره كبيره قوي كنت شايف ان انا بالنسبه لي انا بحب اعمل فيديوهات وبحب اتكلم قدام الكاميرا وبحب اعمل جرافيك ديزاينز وفيديو اديتنج وحاجات بجد ليها علاقه باعلام قوي. فكنت حاسس ان لا، انا لو رجع بيا الزمن اخش اعلام. بس انا بقول لك دلوقتي بعد كتير، وبعد ما طلعت من تأثير الصدمة والضغط والحاجات الحلوة الكتير دي، لا بقول لك ان انا لو رجع بيا الزمن كنت اخش هندسة. فهي بالتالي تستاهل ال5 سنين. يعني اتمنى ما تشتمش كتير في الكومنتات، عشان عارف ان الكلام ممكن يكون مستفز لبعض الناس يعني. بس لو انت اتفرجت على الفيديو لحد دلوقتي اعتقد ان هو ممكن يكون عجبك، فيا ريت تعمل له لايك، ويا ريت تشترك في القناه كمان لو انت لسه ما اشتركتش. وشكرا جدا ان انت اتفرجت كل ده، وبس كده. السلام عليكم.